السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله اخواني، اهلا وسهلا، الله يعطيكم الصحة والعافية. حياكم الله. في جعبتي كثيرا من الكلام، لكن سبحان الله اللي جاي متأخر. أول شيء أنا بكلمكم، طبعا حاليا أنا في مطار أبو ظبي أو مطار زايد الدولي. ما شاء الله المطار الجديد تحفة معمارية جميلة ما شاء الله، مثل ما أنتم تشاهدون تلاحظون. شوفوا ما شاء الله، تحفة معمارية ما شاء الله تبارك الله. شيء من التطور والخيال المعماري صراحة، شيء جميل. طبعا نتكلم اليوم، عندي فيديوهات بتكون طويلة، وبتكون طبعا بنتحدث في بحث مطول عن النحل وإنتاج العسل، وكيف بيكون شغلنا في مصر. طبعا أنا مسافر إلى مصر أم الدنيا. طبعا جالس أدور البوابة الحين. أيوه بوابتي سيدة. على العموم فإن شاء الله بنتكلم معاكم كلام كبير عن النحل. بيكون تفصيل غير عن المرات السابقة. بيكون طبعا نتكلم عن النحل، وبروح نشوف مستوى النحل في مصر. طبعا هذا نحلنا، نحل النحال الإماراتي، شو مستواه وكم خلية بنحاول نستورد. طبعا احنا عندنا حاليا بيبدأ موسم، نقدر نقول موسم الزهور وأعشاب، وموسم الغاف والأشخر، وبإذن الله يعني السنة هذه ناويين شوية يكون في تطور. طبعا يا الربع بنكمل معاكم الدردشة. طبعا قلنا إن شاء الله ناويين السنة هذه يكون في شغل شوية متغير في العمل، من ناحية الخلايا، من ناحية التنظيف، من ناحية الكمية، من ناحية يعني التنوع في إنتاج العسل، في الجودة. التركيز أكثر شيء بيكون إن شاء الله على الجودة، وبتشوفونه إن شاء الله في مصر. هذا بديناه من بداية الموسم، إنه بدينا هناك. طبعا الأعمال الموجودة عندي الشباب اللي هناك بدأوا في تنظيف الخلايا، تغيير الفريمات. طبعا منعتهم منع قطعي، عدم معالجة النحل بالأدوية الكيميائية. نعالج نحلنا بس بالأشياء الطبيعية، مثل الثوم، مثل الزيوت، مثل بعض المواد الطبيعية. نعالج نحلنا. المواد الكيماوية منعتهم منعا باتا أن يعالجون بالأدوية، يعالجون النحل، لأن كل مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى يتعب، يمرض، يحصل له شيء، كان الإنسان وإن كان الحيوان وإن كان أي شيء دام فيه روح يتعب. فلازم أنت تتعامل معاه بعلاجات طبيعية. الحمد لله الحين حاليا احنا قطعت العلاجات من فترة تقريبا أكثر من شهرين. إذا كان في علاجات نعالج بأشياء طبيعية. كذلك الفريمات كلها تغيرت، يكون كلها الشمع الطبيعي، الشمع الأساس اللي هو مش القديم المستهلك، شمع كله جديد، شمع أساس جديد مش ممطوط، لا جديد. النحل يبدأ يشتغل عليه، النحل يبدأ يمط عليه، وانتم بتشوفون إن شاء الله هذا الشيء. فنسأل الله التوفيق. أنا كنت دائما أحاول إني ما أصور وأنزل الفيديوهات، لكن هذه السنة حتى بيكون في التصوير بيكون كل شيء واقعي، كل شيء لايف في نفس الوقت. اللي عنده ملاحظات، اللي بحاول إن شاء الله السنة هذه أشارككم كل تحركاتنا. طبعا هذا كله بمشيئة الله وتوفيقه. أنا قدر المستطاع بحاول إني أبذل جهد السنة إن نكون في وضوح كبير. الشغل النحل يكون واضح، العمل بتشوفونه، تحركاتنا، تناقلاتنا. صح بتكون الفيديوهات طويلة عليكم، بيكون يعني السنة إن شاء الله في تغيير من ناحية حتى التصوير، حتى الفيديوهات بيكون في كلام كثير. أنا كنت دائما أحاول أختصر، أعطيكم الفائدة، لكن هالسنة قلت أنا شوية بيكون في تغيير حتى في المحتوى، يعني نشرح بالتفصيل، نتكلم بالتفصيل أكثر، فيديوهات. فبعض الناس ما يحب الثرثرة الزايدة، لكن السنة أنا قلت بتكلم، واللي عنده تعليق أو تعقيب على الفيديوهات أو يبى ملاحظات أو مقترحات، تراني والله إني أستقبلها.
طبعا اليوم انا مثل ما اكلمكم، اليوم انا في المطار، هذه اول نقطه اسويها اليوم في المطار، وهذه بدايه الموسم، اني رايح اشوف نحلي، قوه النحل، مستوى النحل، تطور النحل. يعني سبحان الله، عقد اشغالي، عقد امور اللي انا عندي والتزاماتي، لكن سبحان الله فضيت نفسي قدر المستطاع اني اقدر اروح ازور واشوف العمل اللي هناك، وانتم تشاركوني، يعني بخليكم معايا من ضمنها، عشان اني انا اريد يكون عنده ثقافة عند العملاء، الزباين، نحالين الامارات، نشوفهم ان شاء الله باذن الله. طبعا ازقروني الحين بروح، ولكن خلوكم معانا ولا تخوزون، ومتواصلين على الخير ان شاء الله دائما يا رب العالمين. بتحرك على الطيارة الحين. طبعا نركب الطيارة الحين ان شاء الله باذن الله في اول رحلة حقنا. عاد صوت المراوح قوية هني، عاد تحملونا شوية. في طبعا الله يسهل وييسر الامور في اقوى طيران على مستوى العالم، هذا الطيران العربية. ايه ما شاء الله، الله يبارك، الله يجعلها رحلة طيبة ان شاء الله، يسهل وييسر الامور. نلتقي معاكم ان شاء الله في مطار القاهرة، ونواصل معاكم الحديث، نتكلم ان شاء الله عن باقي الرحلة، وتابعونا، واللي جاي افضل ان شاء الله باذن الله. الله يكتب لنا ولكم الخير يا رب العالمين. هذا الباص اللي كنا فيه، وهذه الطيارة، وهذا المطار ابو ظبي الجميل صراحة، حقيقة شيء روعة من الاخر. الله يسهل وييسر الامور. طبعا حاليا في الطيارة وجلسنا هني، ونترياهم الاقلاع باذن الله، ونذكركم دائما في دعاء ركوب الدابة، وكذلك دعاء السفر لا تنسونه. اي نعم، نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا دعاء يا اخواني، لا تنسون هذا دعاء الخروج ودعاء ركوب الدابة. كذلك نقول دعاء السفر ان شاء الله في الفيديو الثاني. قل اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب بالسفر والخليفة في الاهل. اللهم نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونلتقي معاكم ان شاء الله دائما على الخير والتقوى والايمان. ودائما الواحد يذكر اخوانه وبالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولنا ملتقى معاكم ان شاء الله بعد رحلة تستغرق ان شاء الله 4 ساعات الى بلاد مصر الحبيبة باذن الله، الواحد الاحد في مطار القاهرة باذن الله. حياكم الله اخواني. الحمد لله وصلنا، والحين جايين هني في الطريق في القاهرة، الحين في وسط القاهرة. احنا شفنا مال الشاهي الحين الساعة 5 الفجر تقريبا. مال شاي كذا، بندق لنا شاي الحين طبعا معكم. السلام عليكم يا باشا، ازيك؟ ناخذ لنا شاي طبعا مثل يضبطنا ان شاء الله تبارك الله. يقول لك الشاي على الواقف هذا. ربعنا يدوخون الله يهديهم. بس هاي المناطق الخارجية هني يكون كذا عندهم الحمار هناك في القاهرة، نص القاهرة مير. روح، الحياة حلوة ما شاء الله. شوف اوب اوب اوب، طالع عن النحال الاماراتي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، النحال الاماراتي صراحة ما جاتني فيها ابو عمر هاي.
والله العظيم فاجأتني فيها ابو عمر. اعمل لك مفاجأة ثانية عاد. ان شاء الله يا رب، ما شاء الله جميل. طالع الباصات، شو طالع الباصات؟ والله الامور طيبه هني. حلو ما شاء الله، الله يبارك. احنا الحين احنا بنص القاهره، الحين بنص القاهره. ها الساعه 5 الفجر. ما شاء الله، الله يبارك يا اخواني. ما انت هذه عكس السير يمشي، دح بريك. ايوه ترى اخواني شوي موضوع التصوير عندهم حساس ترى. اول ما يشوفك تصور يقول لك انت وين، مال امن ولا، فشويه الموضوع هذا تكون منتبه عليه. عاده تعالوا في الصعيد لا تصور، والله يناشبك يسيده يزخك. بتصور ليه؟ عاوز ايه؟ انت مين؟ فما تصور. طبعا يا اخواني ما شاء الله هذا الشارع الصحراوي اللي قلنا لكم عنه، القمر بعده موجود وانتم اشباه القمر. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هكذا الصحراوي. يعني مثل تقول هضاب، هذه هضاب جبلية صغيرة، ما عندهم جبال يعني الكبير اللي انتم تتوقعون. ضبابة نازلة شوية ما شاء الله. ان شاء الله اليوم ما عندنا جدول نتكلم عن موضوع النحل وشذي، بنسوي لنا جدول من باكر ان شاء الله، لان اليوم تعرفون رحلة سفر تعب، نوصل بنفطر على قولتهم، بنتريق، بناخذ لنا شيء خفيف وبريح، بنش عقب بنرتب الجدول حق ان شاء الله من باكر بنبدا ناخذ ان شاء الله اللفه على شو اسمه، يعني على المواقع وعلى النحل وعلى المستوى، وبنخبركم كل شيء وبنراويكم كل شيء مثل ما انتم تشوفون ما شاء الله. هذا الشارع او الطريق الصحراوي يسمونه، مثل ما انتم تشاهدون وتلاحظون ما شاء الله تبارك الله. الى المنيا اللي يسمونها عروس الصعيد. اي نعم تشوفون هذا كل هذا الله يسلمكم، هذا حق الطوب، هاي المداخل يسمونها لصناعة الطوب. هذا تشوفونه اللي يصنعون الطابوق. اي نعم حق صناعة الطوابيق هذه ما شاء الله، الله يبارك. يلا حبينا نصور لكم الصبح الساعة 7 الصبح الحين عندنا. هذه ما يعني هضاب جبلية صغيرة، يعني ما تتجاوز ارتفاعها، يعني تقريبا نقدر نقول اعلى شيء اشوفه الحين نقدر نقول 10 متر تقريبا فوق الارض، يعني مش كثير يعني. هذه الشوارع، هذا الشارع الصحراوي اللي نمشي عليه احنا حاليا. تريقنا الحمد لله، كملنا دربنا باتجاه عروس الصعيد المنيا. اي نعم هذا الشارع مثل ما انتم تشاهدون وتلاحظون. طبعا احنا بالدرب بنمر على مناطق يعني منها الفيوم، منها شو اسمه بني سويف، لين ما نوصل المنيا، بعدين تكمل دربك اللي كمل يروح سوهاج ويروح شو يسمونه المناطق الثانية. اي نعم هاي كنيسة هني، هاي كنيسة اللي تلاحظون في كنيسة هني، هذه كنيسة. اي نعم ما شاء الله. هذا يمشي يعني وين تبغى الصحراء هذا والناس تمشي ضيق. هذا اللي قاعد امامكم مثل ما انتم تشاهدون وتلاحظون ما شاء الله تبارك الله. أرض عودة، هذه الأرض لو تستثمر هذه فيها خيرات كثيرة. هنا أصلا موضوع المنيا فيها حجر اللي هو حياكم الله. صار لي موقف قبل شوية يا سلام، أصور الشيشة براويكم إياها، أقول لكم شكروا النعمة، نعم الله علينا هناك. فبالغلط صورت واحد، هذا براويكم إياه الحين. شوفوا بسرعة قبل ما يطالعني، هذا تشوفونه
يعني يربع يا ريال، يعني يربع. قال لي تصور شو انت؟ فاقول لكم هني لازم تكونون حريصين، لا تصور اي شيء، خاصة كل ما دخلنا داخل رحنا صوب الصعيد يا ربي ضرابة ضرابة، كلها دق دق عندهم، ما عندهم تفاهم. اي والله صعب صعب ما تروح تصور. انقذوني هذيل الشباب والله، قالوا لي شو اسمه الرجال ما يصورك وما كان يقصد شيء وكذي، واعتذرت له ومسحت الفيديو والله، ورديت الحين اصور فيديو ثاني بس بدون ما اطلع الرجال. انقذوني هالربع والله، هذا ابو عمر، هذا الذيب هذا انقذني والله يا اخي. هني صعبين. شوف الحين هاي ولد شباب يعني ما يتجاوز يمكن عمره 16 ولا 17، قام لي يقول لك بيضارب سيده بيضارب، بس ما قصروا الشباب هذيلا، قالوا الرجال سايح ويا يطالع ويصور شويه، يشوف شيشه البترول غير عن شيش بترول اللي عندنا، حتى ما قدرت اصورها لكم. اي والله يلا شوفوا الطبيعه، بس شوفوا الطبيعه الحين. هنا وقفنا هنا نعبي، طالع الدنيا هنا حياه. هاي الدكاكين اللي عين بهاي دكاكين هنا وبس. وهذا والله وسلامتكم حبيت اخبركم يعني مو يعني يوم بتي صوب الصعيد هني تكونوا حذرين، مش عكس القاهره. القاهره امورهم طيبه، تصور متعودين على السياح، عرفت؟ اما في موضوع الصعيد لا، الصعيد صعبه شويه، انتبهوا خليكم منتبهين. وصار لنا الموقف هذا قبل احنا، حتى مره زقروا لنا مركز الشرطه بشلوا جوازاتنا. يعني شو يسوون اجانب هني في المنطقه هذه؟ بعد الشباب ما قصروا، رتبوا لنا الامور وطلعوا لنا من الموضوع. اي نعم الحمد لله على كل حال. مع الحين وصلنا احنا قريب، يعني ما لنا شغل 10 دقائق 20 دقيقة ان شاء الله نكون في الموقع. بس ما شاء الله شوفوا مزارع كلها الدنيا خضرة الحين تجيب بهاي الطريقة. هذه المنية، هذه مغاغة يسمونها، العدوة. شوفوا كيف ما شاء الله، شوفوا كيف الخضار، امتداد للخضرة، انواع الاشجار يزرعون. عندك الذرة والبقدونس يسمونه كل شيء، البرسيم اللي هو الجت احنا نسميه. شوف بعد عندهم كل شيء، والقصب وكل شيء. هذا القمح، هذا الشعير، هذا الشعير، القمح، كل شيء ينزرع هنا. والكراوية نعم، كل شيء ينزرع، حتى العطور تنزرع، حتى الورد هذا اللي تنشون منه العطور، الزيوت هنا يزرعونها ما شاء الله. على اليمين واليسار، انا اصور لكم جهة واحدة بس، على اليمين واليسار كلها مزروعات بهذه الطريقة ما شاء الله. أرض خضراء ما شاء الله، الله يبارك، الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. خير طلع عزم عيل. وقف فجأة ورا ورا السير كلها يعني مكان واحد. شوفوا ما شاء الله، الله يبارك كيف الخضرة، لا شيء والله يعني يشرح النفس. هذا النخيل هذا يا اخواني، هذا العيش، هم يسمونه عيش، الحين نقول له خبز. زين هذا السمك ترى يا اخواني جاهز السمك، انا على بالي الحين بنسويه بيطبخوا لنا اياه. اثار هذوها حار هذا، وهي سلطه. لا الموضوع جامد حبيبي، الموضوع جامد. السمك جاي جاهز يا اخواني، مشواي يعني، جايبينه شاوينه وجايبينه. انا على بالنا الحين بعدين نشوي بنطبخ. ايه اليوم اخواني راحات، ما في طلعه اليوم حق النحل ونحل، اليوم سلامات وتحيات. اليوم نقضيها بس سلامات بين الاهل والربع والجماعه والاخوان، وبنرتب امورنا حق باكر ان شاء الله بتكون في طلعات ان شاء الله. تمام يا اخواني، يلا تبون تشوفون الصور؟ اراويكم شيء هني برا. تعال براويكم البلكونه. هاتني مشكله حتى هني بتندق والله العظيم، ما تروح تصور ترى يا اخواني. شوف هاي الحياه شوف كيف هذه الطريقه. هاي طبعا كلها حق رمضان، ملصقين هذه الخيوط، هاي تشوفونها كلها حق رمضان، احتفالا برمضان.
اي نعم، الناس عايشه بهالطريقه، مجابلين بعضهم بعض. طالع هذا يجاب هذا، هذا يسلم على هذا. شوف كيف بهاي الطريقه طالع. هذا شوف كيف هالشارع هالشارع بهاي الطريقه. والعيال هي العيال يا اخوان بهالطريقه. شوف كذي، شوف كيف هاي هنا، ويهبون ثيابهم بهاي الطريقه. وهذا العيشه يا اخواني بهاي الطريقه. وهذا جيراننا، شوف من ديدي اسلم عليه. اي نعم، بهذه الطريقه يا اخواني. ترى والله العظيم يعني عادي يطلع لك سلاح الحين من الشباك هذا وترمي. الله يبعد. هلا ارباب، يلا كشخنا الحمد لله. هذه كشخة الحواطة الحين بنطلع بنتغدى بنعيم من الله خير. الحمد لله صليت قصر وجمع الظهر والعصر. كشخنا، سبحت بماي بارد والحمام مظلم. الله رحمنا بهالتلفونات هاي، شغل اضاءة التلفون وتسبح. بس برد عاد الجو بارد وانت تسبح ماي بارد خلاص. بس يعطيك نشاط وحيوية. يلا تابعونا، خلوكم معانا عايشين على إضاءة الشمس هذه مثل ما أنتم تشاهدون وتلاحظون. ننزل الحين نتغدى ونعيم من الله خير، وعقب نصير نشمشم على قولتهم هو. تمام يا إخواني، حياكم تابعونا. كله ما يخص النحل. ايه السلام عليك يا ابو عمر. والله يا اخي ابو عمر انت مضبطنا والله. شوف ابو عمر كيف مضبطنا. هذا الرز والسلطه والسمك. ما طلعت لنا السمك بوري. هذا بوري ان شاء الله، سمك بوري. توفيق يا توفيق، ده سمك ده سمك بوري. ده بولتي وعبيد. منو عبيد هذا؟ عبيد عبيس؟ عبيد عرفنا عبيد. ايوه عبيد. ايه صح، منو عبيد ما اعرف. يلا هذا يعني هذا مال النيل ها؟ ايوه يعني هذا سمك ماي الحلو. احنا عاوزين سمك ماي مالحه. هذا عبيد ها؟ انتو عبيد؟ هذا عبيد. عبيد شوف ها، خلوك سمكه. شوف يا عبيد شو سووا بك المصريين. ايه هذا مو مشواي، هذا مقلاي. هذا مسوي له بهارات وشغل يا اخواني. ترى هذا طلب خاص. طلب وهذا طلب عادي. هذا شو؟ هذا اخو عبيد. لا نفسه. لا هذا البلط. هذا البلطي. هذا بلطي وهذا عبيد. هذا احنا نسميه بياح، وهذا نسميه عبيد عاد ما اعرف شو اسمه، لكن هذا نسميه بياح. احنا البلطي نقول له بياح، لكن هذا شو يسمونه ما اعرف. وهذا العيش المصري يا اخواني. تشوفون هاي المائدة هاي كلها من مصر، ما في اي شيء من برا مصر، ما في شيء. حتى الكيس من مصر، تصنيع كله مصر. الفواكه، الخضروات، السلطات، العيش، الرز، يعني كله مصري 100% مصري. حتى الماي مصري. هذا الشيء الحلو في مصر، اللهم لك الحمد. تاكل العيشة كلها من البلد نفسه، وهذه نعمة بحد ذاتها نعمة. إن شاء الله يا رب الإمارات تصير نفسها، ما نحتاج نستوى. يا مرحبا يا شباب، يا هلا وسهلا. رحلة عندنا الحين على الدراجة، 3 راكبين الدراجة. يا مرحبا يا مرحبا عمر. رايحين الغيط رايحين هني. هذا الغيط، تشوفون الغيط؟ هذا الغيط. شوف هذا احنا طبعا معاكم يا اخواني في الدراجة. اي نعم. والتلفون لازم ما يرتفع شي فوق، لازم ادسه ورا ابو عمر. كل شويه اخش هني ورا ابو عمر. شوف كيف هني، شوف الغيط يا اخواني. هذا الغيط مثل ما انتم تشاهدون وتلاحظون. ما شاء الله، الله يبارك. شوف ما شاء الله تبارك الله. هاي الناس كذي، اللي يحب النبي يضرب. ايوه كل ده بنا. لا ده جت من الامارات فترة السدر. كل ده اتبنى فيه، كله انبنى صح. ما كان ممنوع هذا. هذا مخالفين. اللي هذا اللي يبي كذي مخالف يا اخوان. انت روح في الارض. ايوه قول لي، قول. هني النحل؟ هني نحلنا يا رب. تراوي عفوا الايسون. الايسون. لا
هذا يشعل النحل، يولع النحل هذا. وين الكسبرة؟ هذا؟ لا هذه كسبرة؟ لا اي اللي هناك اللي ورا. لا عديد. هذه ايوه ايه ده البرسي. هاي البرسيم ما شاء الله، الله يبارك. يكفي الفيديو. يلا شوفوا القطار يا الربع، هذا قطار ها، واحنا على الشارع وكل قطار ها. مشينا صرنا منطقة شوي بعيدة، سارين ناخذ قنعة، ما عندنا قنعة، باكر عندنا شغل في النحل، فقلنا ناخذ لنا قنعة جديدة، ومر علينا القطار توه. تقريبا صارنا أكثر من 40 دقيقة احنا نمشي بالطريق، منطقة بعيدة والله، رايحين بالسيارة، طالعين قريب قبل المغرب، سلمت الشمس علينا واحنا بعدنا في الدرب. هذه بني سويف والقاهرة ومدينة ما ادري وين، هذا في الدرب. شوفوا ما شاء الله. ضاربين على الشاي هني، الحين بياخذ لنا شاي. شوف بيسوي لنا كرك اليوم، يقولون في كرك. شاي بحليب. شاي بالحليب، احنا نسميه كرك. ان شاء الله يضبط معانا ان شاء الله. هو حنظله. لا ما طع يضبط. لا ضبط؟ اي زبط. يلا ان شاء الله حيضبط. لقينا شاي كرك. ها؟ ايش؟ شاي بالحليب ضبطنا. عاش ايوه. لا بتاعت الاتوبيسات دول لما ماشيين عاملين فرح بالهرم. صورنا صح؟ ايوه احنا كده على الهوا. طيب ايوه على الهوا على طول. عايز الصور ولا مش عايز؟ الله يبارك. شوف الراجل ده يستاهل. هذا كرك. الشاي ما بيتشربش. الشاي لا شاي احمر عادي. هذا هو. 2 شاي. يلا نجرب الكرك المصري هني نشوف. ضبطونا الشباب ما قصروا. طالع على الدوار ها، واحنا ناخذ كرك. طالع هذيله طالع. عرس الحين وانا فرحانين. ما عليه هذا بوكيت ورد ولا حاجه. لا السياره دي عليها بوكيت. بالله عليك طالع. وني كنا ماخذين شاي احنا. واحد مش عكس. بالدوار والله اشتهيت بسبوسه، وانا مدمن بسبوسه عاد يا اخواني. لقينا هاي السياره، هذه السياره اللي يعرفها بيعرف شو القصه. ما شاء الله يا سلام. سماع عطاك يا نايمين ولا يا صاحيين. هاي البسبوسه ما شاء الله. السلام عليكم معلم، كيف الحال؟ عاد اسمح لنا صورنا. تسلم الله يبارك ما شاء الله. شوف البسبوسه ما شاء الله، شيء بيض الوجه ما شاء الله. ما شاء الله حلويات. الله يبارك. الله يبارك. شيء من الاخر، فاخر من الاخر. مشبك ولا مشبك هذا. بس انا مدمن بسبوسه. انا اشوف البسبوسه لا يقاوم، البسبوسه عندي لا تقاوم ما شاء الله. ارحب يا الربع. بدأوا الشباب يشتغلون في الفريمات الجديدة، نبدأ نحطها الحين نجهزها. هذه كلها فريمات جديدة، ما بنستعمل إن شاء الله الموسم هذا فريم قديم أبدا، لأن الفريم القديم يكون مستهلك، وثاني شيء يمكن يكون فيه بعض المضادات الحيوية اللي كانت مستخدمة من النحالين السابقين. فبنحاول احنا نستخدم كله شيء يعني فريمات جديدة مثل ما انتم تشاهدون. تلاحظون شغالين عليها. هذه كلها الفريمات اللي جايه، كلها فريمات جديده بنشتغل عليها ان شاء الله. بعدين الشباب تركيب الحين طبعا يحطونها شي في الماي، يعبون لك شي يغرقونها في الماي. هذا الماي طبعا مالكم اساس الخشبه تلين يوم يدقها ما تنكسر الحواف مالها، وهي بسرعة يعني تكون لينة تشرب تتوسع، وعقب يوم تيبس تمسك. أما إذا دقيناها وهي يابسة عادي تنشرخ هذه. وهي طريقة يستخدمونها من الطرق اليدوية. هذه الطريقة يا اخوان، شوفوا كيف دخلت، وهذه القطعة الثالثة تركب. شوفوا كيف هذه الطريقة.
زين. وهذا يسوي يحاول يثبته الحين بمسامير. تلاحظون؟ لاحظوا كيف يثبت بالمسامير. لا هي شوف ثابت ها كيف ما يتحرك. ما شاء الله. هي ما شاء الله تبارك الله ثابت. البرواز ثابت. وفوق هذا نعطيه يعني امان اكثر ان نضربه بمسمار بهذه الطريقه نثبته. هو الحين ثابت بهذه الطريقه، لكن باكر يوم يستوي فيه الشمع ويثقل يمكن يتخلخل، او مع سوء استخدام النحال نفسه حركه الخلايا من موقع لموقع يضعف الفريم. فعشان كذي احنا نحاول نحط المسامير ونثبت بهذه الطريقه. كيف؟ ده للسلك. ايه هذا حق السلك الحين اثنينه. بنسحب الاسلاك ونحط الشمع. بعد شوي بنبدا. لاحظتوا هني مسامير كيف؟ هذه ما شاء الله تبارك الله. هذا الشغل بهذه الطريقه. اللي يخلص المسمار نحطه على طرف بهذه الطريقه. شباب كل واحد يمسك له دور، كل واحد عنده دور. كل واحد ثبت بهذه الطريقه. طبعا يا اخواني الحين ناخذ قياس السيم اللي نباه. يلف 4 لفات. لاحظوا 4 لفات. الحين بيبدا يقطع. ها باي حاجه يقطع. الحين عنده مقص اظافر قص خلاص. هذه الطريقه. الحين عرفنا القياس. شفتوا؟ الحين بيبدا يدخل وين؟ يدخل داخل الفتحات. يسلك بهذه الطريقه. سيب لك شويه بعدين تعمل مع الحوار. الحين بيتلفون يحاول يربط وبعدين بيضرب. لاحظتوا كيف؟ هاي الطريقه ممتاز واضح. الحين بيبدا يشد. حلو. لاحظوا بالخطوه البطيئه. ما بنقطع الفيديو اساس انتم تشوفون كيف الطريقه تمشي. ايوه بهذه الطريقة احنا خلصنا. لفينا بهذه الطريقة. شوفوا كيف. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الحين بتشوفونها كيف. لاحظتوا؟ هني لاحظوا كيف؟ تشوفون بعدين نكمل معاكم طريقة. يعني هذا كل فريم جديد انت تسويه يكلفك. يعني واحد يقول بدل الفريم لا، بدل الفريم بطريقة، كل واحدة بطريقته. طبعا يا اخواني الحين عندنا شد الاطار هذا او البرواز. شوف كيف اول مسمار الاول الحين بيبدا يشد. لاحظوا الشد. لاحظوا الشد يا اخواني بهذه الطريقه. فتح. شوف حط له خشبه هني بدا يشد السلك. شده. لا بعده يحتاج له شويه. شد السلك. لاحظوا الشد. يعني يا اخواني شغله مش تعالوا وسووا السهل. خلص الحين بيبدا دق المسمار شد. هذا الطريقه. لاحظوا يا اخواني الشد كيف. شفتوا كيف العود مشدود وما شاء الله مضبوط. طبعا يا اخواني الحين عندنا تثبيت الشمع الاساس. هذا شمع طبيعي، شمع اساس اعاده تصنيعه. حطوا له بعض المواد الحافظه على اساس انه يتثبت بهذه الطريقه. يدخل في المجرى الخشب اللي هني اول شيء في المجرى الخشب. وبعدين وفي نقطه مهمه لازم المسمارين هذي شفتوهم لازم يكونوا فوق على اساس نثبت الجهاز اللي بالحراره هني على المسمار هذا والمسمار هذا، ويبدا الشمع يذوب او يسيح ويلصق في السيم او السلك الخلفي. شفتوا الشمع يكون في هذه الطريقه مثل ما تشاهدون هنا. طالعوا هاي بهذه الطريقه. المسامير هاي اهم شيء المسامير تكون فوق. طالع هني كيف التركيب. طالع مسامير هني نفس الشيء بهذه الطريقة. شوف كيف دخل المجرى.
هذه بتكون اخر مرحلة يعني تثبيت الشمع الاساس بهذه الطريقة. شوف كيف شمع اساس طبيعي حق النحل. النحل يوم واحد على حسب قوة النحل يمطه ويبدأ يعبيه بعدين عسل ويبيض فيه ويبدأ يجمع فيه حبوب اللقاح. هذه كلها بهذه الطريقة. لاحظتوا؟ الحين بنصور لكم النقطة الأخيرة اللي هي كيف يوم نسيح الشمع على السلك اللي موجود في الإطار. طبعا ركبنا المحول يا إخواني، هذا هو المحول. لاحظتوا كيف؟ على وين بنحطه هنا الحين؟ لحظة شوف بيثبت طالع اشتغلت. لحظة بس خلاص شوف ثبت. شوف الفرق ده. ايه شوف من ده لسه في فرق، في فرق واضح واضح واضح. لا واضح دي صاروا زي ايه خلاص. لكن ده بعده يتحرك. ايوه طاح على طول. لسه ما ثبتنا صح، وهذا ثابت، هذا خلاص. يا سلام واضح واضح. يلا اللي بعده، اللي بعده يا اخواني طالع. خلاص واضح ما يحتاج خلاص مرة. جميل طالع كيف؟ بعد شوي طيب كيف يستوي. خلاص واضح.